الخبطة اللي انت شايفها دي ممكن تكون مجرد خدشة في البوية بالنسبة لك، لكن بالنسبة للفوم الداخلي ده ممكن تكون حكم إعدام على قطع ثمنها بيتخطى ال1000 دولار. ليه شركات زي اريا وشوية بتصرف ملايين الدولارات كل سنة على تطوير طبقة مستخبية انت أصلا ما بتشوفهاش؟ وليه الطبقة دي يا صاحبي ممكن تتدمر في ثانية وانت فاكر ان خوذتك لسه بيرفكت؟ بص، النهارده مش هقول لك ارمي خوذتك لمجرد انها واعي، ده كلام تسويق قديم. النهارده هنشرح الفيزياء الحقيقية للخطر الصامت، ازاي الخوذة بتضحي بنفسها عشان تعيش انت، وامتى فعلا تكون بتلبس مجرد بلاستيك. الخوذة مش مجرد اكسسوار، ولا هي حلة بتحمل جمجمة من الخدوش. الخوذة في الحقيقة هي نظام إبطاء زمن التصادم، يعني لما بتقع بتقلل الزمن ان هو الوقت توصل لدماغك. لو مش فاهم كمل وهتفهم اكتر، ففكر فيها كأنها الارباج الوحيد اللي بيفصل بين دماغك وبين الاسفلت في لحظة قدرية. المشكلة الكبيرة ان اغلبنا بيقيم سلامة الخوذة بشكلها الخارجي، يعني مثلا تمسك الخوذة بصيت عليها ما فيهاش كاس يبقى انا في الامان، لكن الحقيقة العلمية بتقول ان الهيكل الخارجي ده مجرد القشرة، الشغل كله بيحصل جوه في الفراغات الميكروسكوبية اللي بين جزيئات الفوم. في الفيديو ده هناخد جولة هندسية جوه غوصتك، وهنفهم يعني كومبريشن سيت، وليه الفوم ده ملوش ذاكرة، وهنعرف الفرق بين وقت السجاد ووقت الرصيف، وده كله بلغة الارقام مش بالتخمين. جايز نفسك عشان نقدر نفهم ازاي ممكن تلحق حياتك. هنبدأ يا صاحبي مننا عشان نفهم الخطر لازم نفهم التكوين. الخوذة بتتكون من 4 طبقات، يعني نعتبرهم 4 حاجات محطوطين فوق بعض، بس النهارده هنركز على 2 اللي فيهم اللعبة كلها. نبدأ بالطبقة الأولى واللي هي الهيكل الخارجي، ده ممكن يكون مصنوع من بوليكربونات في الخوذة الاقتصادية أو فايبر جلاس وكربون فايبر في الفئات العالية، ودي أكيد غالية جدا. وظيفته مش إنه يصد الصدمة، وظيفته الكبرى إن هو يوزع طاقتها على أكبر مساحة ممكنة ويمنع أي جسم حاد إنه يخترق دماغك. لو جينا نبص أنا وأنت على خوذة اريا هتحس إن شكلها قديمة أو بيضاوي بزيادة. دي مش قلة ذوق في التصميم، دي فلسفة هندسية اسمها ار 75. الفكره هنا اسمها جلاليسنج اوف. الفيزياء بتقول ان لو خبطت في الرصيف بزاويه حاده الخوذه هتمتص الصدمه كلها في نقطه واحده بس، لكن لو الخوذه دائريه وانسيابيه اكتر هي بتتزحلق على الاسفلت. الحركه دي بتخلي جزء كبير من طاقه الصدمه بيضيع في الزحلقه بدل ما يدخل جوه جمجمه. يعني كده ببساطه يا صاحبي، كل ما الخوذه كانت مدوره اكتر كل ما كانت اذكى في التعامل مع قوانين الفيزياء. نيجي بقى دلوقتي ندخل على الطبقه الثانيه والاهم، الاي بي اس، ده اللي كلنا بنسميه الفوم الابيض. عندك شركات زي شويه واي جي في بيستخدم حاجه اسمها ميلد دينسيتي اي بي اس. ما تقلقش هبسطها لك، يعني جوه نفس الخوذه في مناطق الفوم فيها ناشف جدا عشان الصدمات القويه، ومناطق تانية طريه عشان تمتص الهزات البسيطه اللي ممكن تسبب ارتجاج. نيجي بقى عند السر اللي بفلوس. اللي بي اس ده بيشتغل بمبدا التضحيه، هو عباره عن جزيئات هواء محبوسه لما بتتعرض لصدمه الجزيئات دي بتتكسر وتنهار عشان تمتص اكبر قدر من الطاقه. عندك في علم المواد في مصطلح اسمه كومبريشن سيت، ده معناه ان الماده لما بتنتقد بنسبه معينه ما بيكونش عندها ذاكره، يعني مش بترجع لشكلها الاصلي تاني ابدا. وده هو الخطر اللي احنا مش واخدين بالنا منه. ممكن الخوذه تقع منك فتبص على الهيكل الخارجي تلاقيه سليم ما فيهوش غير خدش بسيط في البويه، فتقول الحمد لله جت سليمه، لكن الحقيقه ان الاي بي اس من جوه ممكن يكون انضغط في نقطه معينه وفقد قدرته على حمايتك في الصدمه الجايه. النقطه دي هتكون عباره عن حجر مش فوق، والطاقه هتوصل لمخك مباشره وكانك مش لابس الخوذه. ده دلوقتي نيجي للسؤال بقى اللي بفلوس. هتيجي تقول لي في الكومنتات يا ابو حراز انا خوذتي وقعت من على الكرسي ارميها؟ خليني اكون صريح معاك وعلمي لاقصى درجه، مش كل وقعه معناها نهايه العالم. الفيزياء بتحسبها كده، ارتفاع وسطح ووزن. فلو وقع من مستوى ركبتك على سجاده في البيت غالبا الطاقه هنا ما لمستش الاي بي اس، الخوذه لسه بخير. لكن لو الوقعه من متر ونص على خرسانه او اسفلت هنا احنا دخلنا في المنطقه الرماديه. الطاقه الحركيه هنا كافيه جدا انها تسبب الكومبريشن سيت اللي حكينا عليها من شويه لو فاكرها. والاخطر من كل ده هو الوزن. الفرق بين خوذه وقعت وهي فاضيه وخوذه وقعت وانت لابسها هو الفرق بين السماء والارض. لو راسك جوه الخوذه وزنها حوالي 3 كيلو اللبس بينضغط بمطرقه الرصيف وبيسند جمجمه. في الحاله دي الخوذه ادت وظيفتها لمره واحده بس، وشكرا على كده لازم تتغير فورا. حتى العمالقه بتوع الصناعه مش بيضحكوا عليك. شركه اريا بتقول بوضوح في البروتوكولات بتاعتها بالنص كده ان الخوذه مصممه لامتصاص صدمه واحده كبيره، لكن السقوط العرضي قد لا يتطلب الاستبدال دائما الا في حالات محدده. وخليني للاسف اصدمك يا صاحبي بالحقيقه اللي شركات الخوذه بنفسها بتقولها، مفيش طريقه 100% تضمن ان الخوذه لسه سليمه بعد وقعه جامده. لو كان في طريقه علميه وسهله وغير مكلفه كانت الشركات اول ناس اعلنت عنها عشان توفر عن نفسها قضايا وتعويضات. لكن الواقع الهندسي بيقول ان الانهيار الميكروسكوبي جوه جزيئات الفوم اللي هي اللي بي اس ملوش كتالوج وما بيتحسش بالايد ولا بيتشاف بالعين. عشان كده القاعده في عالم الريسنج هي لو شكيت ارميها، والقرار هنا بيرجع لتقديرك لحياتك. في النهايه يا صاحبي الموضوع مش براندات ولا شكل حلو ولا سبويلر طويل. الخوذه هي الحاجه الوحيده اللي بتفصل بين مستقبلك واهلك وحياتك وبين الاسفلت اللي في لحظه قدريه مش محسوبه. لو خوذتك وقعت منك وقعه جامده وشكيت ولو بنسبه 1% اسال نفسك هل حياتي تمنها خوذه جديده؟ الهندسه بتقول ان الماده لها حدود وعقلك لازم يقول ان روحك ملهاش تمن. وفي الاخر وليس اخيرا ما تنساش تشوف كل مصادر الفيديو ده في الوصف. كان معاكم ابو حراس والسلام.